مصر على أساس أنه يقول لهم أن أنا إنسان مدني. هي بالشكل لو بالجوهر لو بالمظهر. فهو القصة وما فيها أن الجماعة الحين يبون يضربون العرب بالعرب، يبون يضربون المصريين بالبحرينيين، بيطلعون من مصر بيواصلون جولتهم في الدول العربية المختلفة لضرب العرب بالعرب وشق الصف العربي من أجل أن يتدخل الصفوي في المنطقة، لأن الصفويين بعد اكتشافة مؤامراتهم على البحرين ثم مؤامراتهم على المملكة العربية السعودية باغتيال السفير ثم محاولة في المنطقة الشرقية إثارة الفتنة، ولكن قمعت بقوة شديدة وبحزم لا يقبل المساومة في المملكة العربية السعودية، وخلوهم يرجعون إلى جحورهم من جديد وبسهولة سهلة، ما أعطوهم فرصة أنهم يتحركون، فرجعوا هم إلى جحورهم. الآن هم يريدون يثيرون العرب ضد العرب، يبون يقسمون الوطن العربي أنه يتعاطف مع الجماعة ذلين. طبعا انتم بتلاحظون عقب ما يتحرك علي سلمان ويطلع من القاهرة ومجموعته بينزلون لك ناس يمثلون السعودية يروحون القاهرة، وبيون من بريطانيا حمزة الحسن، فؤاد إبراهيم، هذولين اللي كانوا عايشين في بريطانيا صار لهم سنين وبنين ما ادري شلون ياكلون ويشربون متمتعين وفلوس واغنياء والله اعلم هالفلوس هذه من وين تجي، انتم عارفين كلها مصدرها وين. فطبعا بيروحون ذلين يوصلون المهمه لعزل البحرين والمملكه العربيه السعوديه، وبيدقون اسفين ما بين البحرين وما بين والمملكه العربيه السعوديه ومصر ولبنان هم ما بينجحون الا في الجنوب اللبناني. الجنوب اللبناني انتم عارفين من هالسنه الرجال ذاك قاعد لهم يستقبلهم، ومثل ما استقبل مشيمع يوم قلت لكم جيمس بوند ذاك الليله في البرنامج. طبعا كان معروف مشيمع يعني لجهل ان عباله هو بروحه يتحرك في العالم، يعني انت مو بلابس طاقية الاخفاء، كل الناس تشوفك وكل مخابرات العالم تدريبك وكل مخابرات العالم تتبع حزب الله شو يسوي في المنطقة، لأن حزب الله لازم نعرف هاي الحقيقة، هم ما يقولونها. حزب الله على قائمة الأحزاب الإرهابية، لازم ننتبه حق هذا الشيء. إذا اللي يتبع حزب الله هو إرهابي، إذا الأحزاب البحرينية اللي تتبع حزب الله إرهابية، لازم نعاملها كحزب إرهابي، ما نعاملها كحزب سياسي يا جماعة. إذا احنا نقول 1 زائد 1 لازم نحط النتيجة كم، مو نقول بس يتبع حزب الله مع السلامة، لا، حزب الله إرهابي، إذا من يتبع الإرهابي إرهابي. ليش بعد احنا نطق الطار مقلوب؟ المفروض ان احنا نفهم ان هذه احزاب ارهابيه، تاريخها تاريخ ارهابي. قلنا في التسعينات وقلنا في الثمانينات محاولات اغتيال للقياده ولكبار المسؤولين والاحتلال. الان كان تخطيط لاحتلال البحرين من قبل شكوري، وانتم عارفين القصه كلها، وسفن كانت بتجي لاحتلال البحرين. لولا درع الجزيرة الحقيقة، ولولا المواطن البحريني اللي خرج وقال لا في ساحة الفاتح وكل الساحات الشريفة الأخرى، قال لا، وأثبت للعالم أن هناك مكون اجتماعي وأن هناك طبقات اجتماعية ترفض الاحتلال وترفض الانقلاب. كان خروجكم أنت والحقيقة هو اللي أنقذ البحرين انقاذ كبير، ولازم يعترف به التاريخ. كل واحد خرج، كل طفل، كل امرأة، كل عيوز، كل شايب قال لا للانقلاب. هذا يسجل للتاريخ، ويجب ان احنا نسجله، ويجب ان انتم توافقونه لمن قال لا للانقلاب الصفوي على البحرين.